السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يا حبايب ام علم. هعمل لكم النهارده اللحمه الستيك. عندي 3 قطع هعملها لكم. هعمل لكم معاها رز بسمتك، هعمل لكم معاها الخضار السوتيه، وطبعا ده الخضار اللي انا عملته قبل كده في الفيديو بتاع تفريز الخضار. هستخدمه قدامكم وهتشوفوا هعمله ازاي، وهيطلع معانا حلو كمان قوي اكنه طازه. هعمل معاها برضو الخضار البصل، برضو هعمله سوتيه معانا بقى عشان خاطر اللحمه بقى بتاعتنا تتبل كويس. بنرش كده ملح وروزماري. الروزماري ده جميل قوي يا جماعه في اللحمه اهو. ونرش بقى نتبل اللحمه من فوق كده اهو، نتبلها كويس. برضو نلفها الناحيه التانيه. انا منقيه حته طريه في اللحمه، لازم طبعا تبقى طريه عشان ما بتستحملش السوا. وشويه فلفل اسود، يعني بحط فلفل اسود هنا وروزماري وجوز الطيب والملح طبعا كده. وبكون محضره بقى عندي الطاسه على النار، بتكون سخنه مولعه، لازم تكون على درجه حراره عاليه. وتعالوا بقى هنشوف هنعملها ازاي. ولغايه الطاسه عندي ما لازم تسخن كويس. انا بقى هحط الخضار بتاعي، الخضار ده البطاطس والجزر، هحطه في الميه واسلقهم بقى على النار يدوبك بس 10 دقايق. انا عندي على النار اهو ميه او شوربه. بحط بقى المكعبات البطاطس اللي انا بقى قطعتها دي عشان هعملها سوتيه. وهحط برضو الايه الجزر والكوسه برضو، كل ده مع بعض يا دوبك مش هياخدوا دقيقه على النار. وهنا بقى حطيت الزيت سخن، وهنا بقى الزيت هو سخن بقى كده. بحط بقى قطع الستيك كده بسم الله، ما بحركهاش كده. كده وما بقلبهاش لغايه ما الوش برده ما يحمر، المكان يا دوبك تتقفل، وارجع اقلبها لكم تاني. ودلوقتي اهي هنبتدي بقى نقلب. الناحيه التانيه اتحمرت كده، اديت اللون الذهبي بتاعنا الحلو ده اهو. نخليها الناحيه التانيه برده، ما نزلتش ولا نقطه ميه، يا دوبك 3 دقايق من هنا و3 دقايق من هنا. ونبتدي بقى نعمل حركه ايه، وبعد ما بنخليها 3 دقايق كمان على الناحيه التانيه، بحاول بقى انا اجيب ايه الزبده بتاعتي او السمنه بتاعتي، واحطها فوق كده عليها طول ما انا واقفه لمده دقيقه كده. وخلاص طالما اطمنت ان هي خلاص اتقفلت واستوت من هنا ومن الناحيه التانيه، خلاص بعمل ايه بقى المرحله الجايه عشان يبقى الستيك بتاعي طري من جوه. بغطي عليها، بعد ما بقفل بغطي عليها الغطا، بريح اللحمه. لو لاحظتوا معايا انا شرايح اللحمه عندي خفيفه او رقيقه، فيا دوبك خدت 3 دقايق من هنا و3 دقايق من هنا. لو طبعا كل ما تبقى سمكتها اكتر كل ما هنخليها برده، بس مش هتزيد كله عن 10 دقايق، 5 من هنا او 5 من هنا. وهو بعد ما خلاص كده اهي من الناحيه التانيه برده اديتنا اللون الحلو الستيك ده الجميل اهو كده. خلاص انا يعتبر كده اللحمه عندي استوت. عشان تفضل بقى العصاره جواها وما تنزلش، انا هقفل بس. خلاص انا قفلت كده، وهبتدي اغطي واريح اللحمه، اريحها لمده دقيقه لغايه ما اعمل الخضار السوتيه بتاعنا معانا. واحط فص الثوم ده بقى معانا كده على جنب كده، هي خلاص داخله في السوا عشان تديله نفخه حلوه. هنا الرز بقى بعد ما حطيت السمنه والرز بفضل اقلب كده. هعمل بقى شويه رز جنبهم. هنا بقى حطيت بهارات الكبسه والليمون المزعفر والفلفل الاسود والبهارات بتاعتي بتاعت الكبسه او الرز بقى البسمتي. وافضل بقى اقلب
وهنا بقى الرز بتاعنا بعد ما حطيت بقى البهارات بتاعه الرز. بزود بقى مقدار الميه اكتر من الرز المصري بكوبايه. خلاص كده، وغطيه بقى واسيبه يستوي. بعد ما طلعت بقى السوتيه، بعد ما عريته من الغطا، هنزله بقى كده هنا في طبق. وهنا بقى الخضار بتاعي، هنزل بقى كل الحاجات اللي عنده كده اهو، اللي كان التوم طبعا. وفي نفس الطاسه دي هحط حته زبده، وهحط بقى ايه الخضار السوتيه ده، هشوحه بس كده ايه يا دوبك تشويحه بسيطه. احط بقى معلقه الزبده بتاعتي او السمنه يا دوبك كده ايه تتسيح تشويحه خفيفه كده. هنزل بقى بالبصل عشان اعمله بقى سوتيه برضو معاه اهو، يا دوبك اول ما هديله تشويحه بس خفيفه كده. ودلوقتي بقى نحط كده الطبق بقى جاهز معانا ان احنا بقى هنجهزه مع بعض بقى ونجرنشه مع بعض. هناخد بقى الحلقات البصل دي اللي انا عملتها دي كده المدوره، تبقى شكلها حلو قوي في الجرنيش. وده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلص. والسلام عليكم ورحمه الله.